السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض الفطير المشلتت، بس هنعمله كده المره دي على البوتاجاز من فوق. هنعمله في الطاسه بطريقه سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود خالص. هتبقي محترفه في عمل الفطير المشلتت. خليكي كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي ايه الطريقه. اول حاجه كده نقول بسم الله، ومعانا كيلو من الدقيق بنبقى نخلينه كويس جدا، ومعانا معلقتين كده ونص من السكر، ومعانا نص معلقه صغيره من الملح. وبنقلب كل المكونات الجافه كده مع بعضها، وننزل عليهم بقى بمعلقه من الخل. زي ما انت شايفه كده، انا عايزه اقول لك ان الخل ده بيبقى حلو جدا في المعجنات يا جماعه، بيخليها كده، وبالاخص مع الفطير المشلتت بيخليه يورق كده ويبقى طري وملمسه ناعم خالص. جربي كده طريقه الفطير بتاعتي دي، بجد هتعجبك قوي. هنا بقى كان معانا كده كوبايتين ميه. هننزل باول كوبايه كده، وبالكوبايه التانية هتنزل بيها كده تدريجي كده لحد ما الدقيق معانا يلم. ما نحطش الميه كلها يا جماعه، علشان ممكن الميه تطلع اكتر من الدقيق، وتضطري تحطي دقيق تاني، فطبعا ده مبقاش مستحب. عودي نفسك كده ساعة ما تيجي تحطي المية بالذات، حطي نص الكمية الاول، وبعد كده انزلي بنص الكمية تدريجي لحد ما الدقيق معاكي يكون خلاص لم معاكي وما يبقاش محتاج مية تاني. زي ما انت شايفه كده، طبعا الفطير بيبقى محتاج عجن كويس قوي، بتحاولي تعجني كويس قوي في الفطير كده لحد ما يبدا يلم معاكي، اهو زي ما انت شايفه كده. لان طبعا طبعا عشان تشوفي نتيجة الفطير تبقى نتيجة كويسة لازم تعجنيه كويس جدا، عشان كده يربي معاكي عرق كده، ولما تيجي تفردي الفطيرة تبقى بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة كده وتبقى كويسة. خلاص هنا كده احنا كنا عجناه كويس جدا. هنجيب بقى كده بولة ونحط فيها شوية من الزيت، وهننزل عليها كده بالعجين بتاعنا كده، اهو زي ما انت شايفه كده. هنحطه في الزيت عشان نسيبه يرتاح بمعدل من 10 دقايق لربع ساعه. هنسيبه يرتاح كده، اهو زي ما انت شايفه كده. بنعوصه كده من فوق ومن تحت زيت كده، وبنسيبه يرتاح شويه، اهو زي ما انت شايفه كده. صلوا على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا. الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكونوا كمان بتستفادوا منها. هنا بقى خلاص كده كان العجين معانا ارتاح. هنجيب بقى كده شوية من الزيت، وهنجيب كده صينية عشان نقرص عليها الفطير. طبعا انا هنا كيلو الدقيق معايا عمل 6 فطاير، يعني انا حابة حجم الفطيرة كان يبقى كبير شوية، فانتي براحتك بقى، ممكن تعمليهم 6، ممكن تعمليهم 8، زي ما انتي حابة. زي ما انت شايفة كده انا بقرصهم كده وبحطهم برضو في الزيت عشان هسيبهم يرتاحوا 10 دقايق كمان. طبعا هو ميزة الفطير يا جماعة عشان يطلع معاكي مورق وحلو، لازم تسيبيه من كل مرحلة لمرحلة، تسيبيه يرتاح بمعدل 10 دقايق، اهو زي ما انت شايفة كده. خلاص كده احنا عملنا ال6 فطاير. خلاص هنغطيهم بقى وهنسيبهم برضو يرتاحوا 10 دقايق. بنكون هنا مسخنين كده بمعدل نص كوباية او كوباية من السمنة، سمنة بلدي او سمنة بلدي على مخلوطة يا جماعة، مفيش مشكلة خالص. اهو بنبدأ بقى كده نجيب صينية علشان نفرد عليها، او ممكن تفردي على رخامة كمان، بس انا كنت حابة هنا افرد على الصينية الكبيرة دي. اهو بصي انا ما ببططش يا جماعة، انا بفردها زي الفطاطري بالظبط. يعني انتي لما بتبقي واقفة عند بتاع الفطير مش بيبطط كده، لا هو بيحاول يفردها زي ما انا بفردها كده. فانا عايزه اقولك ان العجينه كانت حلوه جدا ومظبوطه قوي، ومقاديرها حلوه جدا ومظبوطه كمان. هنا بقى بنبدا كده نحط ما بين كل طبقه وطبقه كده، بننزل عليها بشويه من السمنه كده عشان تبقى مورقه معانا وحلوه. وبنرجع كده نلم الفطيره تاني كده، اهو بنرجعها تاني لاصلها، وبنسيبها ترتاح برضو شويه. هنعمل كمان واحده كده مع بعض، اهو بنبدا بقى نفردها بايدينا كده زي ما انت شايفه كده اهو. طريقة سهلة خالص يا جماعة وبسيطة بجد، ومش هتاخد في ايدك وقت خالص. يلا تشجعي لو انت عندك كده كيلو دقيق او حتى نص كيلو دقيق، يلا قومي اعملي للولاد كده يتعشوا فطير مشلتت كده وعسل اسمر، بجد بيبقى حلو جدا جدا. طبعا كلنا بنعشق الفطير المشلتت الفلاحي بجد، والوصفة بتاعتي دي هتسهلها كمان عليكي اكتر واكتر. بصي كله ما بياخدش دقايق في ايديكي والله. ومش هنسوي بقى ولا في فرن ولا حاجه، احنا هنسويه على البوتاجاز كمان، وهتبقى حاجه كده، هيبقى طري كده معانا وهيبقى مورق وجميل خالص. بصي انا بعمل كمان واحده قدامكم كده، عايزه اقولك ان هو من جمال العجينه هي كانت بتتفرد لوحدها زي ما انت شايفه كده، اهو حاجه جميله جدا. وما يهمكيش لو اتقطعت معاكي او اي حاجه، مفيش مشكله خالص.
بصي اهو، هنحط برضو كده ما بين كل طبقة وطبقة، برضو نحط السمنة بتاعتنا او الزيت. لو انت حتى مش عندك سمنة بلدي ممكن سمنة عادية، او ممكن كمان زيت، بس مش زيت التومين يا جماعة، ممكن يكون الزيت اللي هو الكريستال او الخفيف، يعني الزيت الذرة الخفيف، ممكن نعمل منه برضو، هيبقى زي الفل، مفيهاش مشكلة خالص. وهنحط كده ما بين كل الطبقات كده اهو السمنة كده او الزيت بتاعنا، وهنقفلها نرجعها تاني لاصلها، وهنسيبها برضو ترتاح اهو زي ما انت شايفة كده. بصي حاجة كده جميلة جميلة جميلة. هنا بقى هنسويها بقى خلاص كده، كان العجين خلاص ارتاح معايا. هنبدأ بقى كده نجيب، انا بجيب بقى بحب اسويها على الجريل، عشان بجد الجريل بيسويها لي كويس. فانا كده بحط معلقتين كده من السمنه، وبنزل عليهم كده بالفطيره، ببططها في قلب الجريل كده او في الطاسه بتاعتي، وبفضل بقى اقلبها من الجنب ده للجنب ده. دي خطوة مهمة جدا في التسوية يا جماعة، لازم تقلبي الفطيرة كده من الجنب ده للجنب ده، عشان ده بيخلي كل الرقات اللي جوه الفطيرة تستوى، ما يبقاش فيها جنب مستوي وجنب لا. فدي خطوة مهمة جدا في التسوية، لازم تفضلي كده طول ما انت واقفة تقلبيها كده من الجنب ده للجنب ده، لحد ما تأكدي ان خلاص كده الفطيرة بتاعتك تمام، بتطلعيها على طول اهو زي ما انت شايفه كده. انا بوريكي برضو التسويه عشان يبقى كل حاجه كده قدام عينيكي. بصي طالعه شكلها عامله ازاي، عايزه اقولك مستويه من جوه ومورقه وجميله. هنفتح واحده دلوقتي وهنشوفها، بس انا بس بسويه الاول، وبعد كده هوريهولك بعد التسويه يبقى شكله عامل ازاي اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا احنا بنبططها بطراطيف صوابعنا كده يا جماعه، احنا بس بنفردها حاجه بسيطه وخلاص كده اهو زي ما انت شايفه كده. بصي بنفضل نقلبها، حاجة كده جميلة 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 بجد. طبعا احنا كنا الاول بنشتري الفطير المشلتت وكنا بنستصعب عمايله، لا دلوقتي الحكاية بقت سهلة جدا جدا، وما بياخدش في ايدينا دقايق خالص خالص، ما بياخدش وقت خالص في ايدينا، وممكن نعمله بصي في اي وقت، ملوش ميعاد يعني، لانه ما بياخدش وقت خالص. بصي احنا هنا بقى كنا خلاص كده سوينا كله، بصي شكله عامل ازاي، ومن جوه مستوي جدا اهو. بصي هنفتح بقى كده مع بعض وهوريكم بقى، بصي قد ايه مستوي من جوه. هفتح لك كمان واحده كده عشان برضو تشوفيها، حاجه جميله جميله، ولا بفرن بقى ولا لا ده نشف مني، لا ده مش عارفه ايه ما ظبطش في التسويه، لا كله بصي على البوتاجاز. احلى فطير هتاكليه، احلى فطير مشلتت هتاكليه بجد، هتاكليه على الطاسه.